السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. كيفكم أخواتي؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله وين ما كنتوا تكونوا. إحنا إن شاء الله بدنا نعمل اليوم أكلة خفيفة كتير، بطاطا مع بيض، يعني نواشف اليوم تحضيرات هيك. فإحنا مشتينها والله كتير طيبة. فبنفس الوقت اتصلت في صاحبتي، هي يعني ست كبيرة يعني جاية عند الدكتورة وبدها تميل عندي تقعد ساعة، معزومة عند أختها، بدها تروح على الشميسانية، تطلع من عندي تروح على الشميسانية. فهي متصعبة ترجع على بيتها، حكت بدي أجي أقعد عندك ساعة ونص. حتى هي حكت لي ما بديش غدا لأنه معزوم عند أختي، بدها بس تريح عندي وتروح عند أختها. أهلا وسهلا بضيوفنا. الضيفة اللي تجيني اليوم سبحان الله كيف احنا تعرفنا عليها. صاحبات بناتي، احنا معروف عنا الوحدة بدها تروح عند صاحبتها بتاخد حدا معها من أهلها. احنا هيك بتاخد امها، بتاخد اختها، بتاخد حدا يعني. هاي البنوتة يعني لما اجت تزورنا اول مرة جابت ستها، فسبحان الله ستها حكت لي والله يعني انتو مريحة، خلص بدي اصير اجي عليك زيارة. فاجت والله علينا اول مرتين ثلاث هيك، حكت لي خلص انا اليوم طلع بدي اجي لحالي. فوالله حبيناها. هاي يعني هي حجة كبيرة بالعمر ما شاء الله عنها، فوالله يعني ما شاء الله عنها بتفقدني يعني تقريبا بسنة مرة زيارة او زيارتين بتزورني. يعني حجة كبيرة فضيلة ما شاء الله عنها، وهي مريحة كمان، مريحة جدا جدا. فيعني كل قعدتها بتحكي لي عن أيام زمان، وكيف تعرفت على جوزها، وكيف كانوا يشتغلوا في أرضهم زمان، وكيف ربت أولادها وكيف أحفادها ما شاء الله يعني. قعدتها كتير رائعة. آخر فترة سبحان الله كبرت، يعني حسيتها إنها فعلا كبرت مش زي أول. فالله يعطيها الصحة والعافية. حتى لما تيجي عندي يعني أنا براعي إنه مثلا كبيرة بالعمر، فبعملها شغلات طرية كتير وناعمة يعني اللي تعرف تاكلها بسهولة. أهلا وسهلا بالضيوف وحياهم الله. والقعدة مع الكبار سبحان الله بتطلع بفائدة. يعني لما تقعد واحدة كبيرة بالعمر يعني فوق 70 هي ما شاء الله عمرها، يعني بتطلع بنتيجة. يعني أحلى قعدة الستات الكبار، يعني نستفيد. يعني أنا منه عليه مع إن أنا يعني مش صغيرة بدور بناتها أنا يعني، بس والله بستفيد كتير منها. يعني زي ما تحكوا كلامهم ذهب، نصائحهم ذهب. احنا عنا والله مدارس هسه في الوقت الحالي، في صوت مدارس وصوت معلمين، ما بعرف اذا وصلكم الصوت ولا لا. طبعا انا ما بدي اكتر كتير بطاطا لانه في حواضر. في عندي شغلات كمان في الثلاجة، عند الغدا ان شاء الله بحطها. هسه انا بس بدي اقطعها وبدي ان شاء الله اجهز الضيافة للحجة. احنا بنعمل البطاطا هيك، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، هيك وسط. احنا بنحط على البطاطا، هاي البطاطا اللي بدي احكي لكم عنها، البطاطا مع البيض. في ناس بحطوا عليها كزبرة، في ناس بحطوا عليها آه، بقدونس، وبحط عليها كمان روزماري، بحط عليها كليل الجبل. وانا اذا ما حطيت كليل الجبل بصير عنده اعتراض، فانا بدي احط عليها بقدونس وكليل الجبل. ما شاء الله مرة انا يعني طحنت كليل الجبل على المطحنة، وما شاء الله مخلصته بناتي على المعكرونة. بناتي اخر الليل بيعملوا معكرونة على ايديهم، مع انه والله المعكرونة خزانة دهونها مليان، بس بحبوا يعملوها على ايدهم زي الطريقة الايطالية، يعني زي طعون ايام زمان. والله انها طيبة زاكية على الايدين. يعني بحطوا معاها طحين بلدي، بحطوا معاها كمان سميد وطحين ونشا وزيت. ان شاء الله هيك يوم بعملكم اياها. يعني انا هاي لما كنت اعملها كمية كبيرة ما شاء الله.
ومن كتر ما هي دسمة من الطحين البلدي مش بحاجة يعني لا لحمة ولا دجاج، بس اللهم جبنة كنا نحط عليها بس. أهلا بذكر الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، والعزة لله ولا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا الجامع عنا كتير قريب، يعني أمتار بعيد عنا بس. أذان الظهر يا صبايا، أذان الظهر. بدي أحطهم على جنب إن شاء الله، وبدي أروح أجهز القهوة إن شاء الله، وأجهز شو بدي أساوي، وبدي أتصل فيها أشوف وين صارت. موعدها قرب وهي عند الدكتورة، وبدي أروح أعمل قهوة على السريع وأشوف شو في عندي شغلات أنجزها قبل ما تيجي. هسه بدي أروح أجهز الأغراض مع بين ما مية القهوة تغلي. إحنا قهوتنا السادة نفس الحلوة، تلتين أشقر وتلت أسمر، ونحط عليهم هسه برجيكم شو بدي أحط عليهم. بس بدي أجيب الأغراض عشان أجهز. بسم الله الرحمن. زي ما حكيت لكم القهوة السمرة تبعتنا تلتين أشقر وتلت أسمر، وبحط عليها يعني هيك أكمل حبة من بس 6 حبات قرنفل، ويعني كمية محترمة من حب الهل عشان تعطي زكاوة هيك. بالنسبة للقهوة السعودية بحبها كتير، بحبها كتير. كمان هاي القهوة العربية تبعتنا بترفع الضغط، لما تعمليها خفيفة بس في عليها نكهة ما بترفع الضغط نهائيا. وهي قهوة شو اسمها فنجانين قهوة. هي هيك جهزنا القهوة، الله يرضى عليها بنتي جهزت لي اياهم. سبحان الله، دائما الأرواح الطيبة بتتلاقى، مش دائما الصحبة بتضلها ثابتة، مش دائما، إلا إذا يعني هموم الحياة مشاغل الحياة بزيادة. بس سبحان الله الصحبة الطيبة بتدوم. أحلى إشي في الحياة صاحبة صادقة، صاحبة نظيفة أخلاقها نظيفة، أكابري، أهلها محترمين، أهلها روحهم أكابرية ومحترمين، وناس بتلاقي يعني روحهم أكابري، نظافة نفس، نظافة روح، نظافة لسان، يعني عن جد عن جد حشمة حشمة، بسم الله ما شاء الله. هاي الحشمة الواحد يحط عليها دائرة كبيرة. الله يوفق الجميع، كل واحدة عندها صاحبة كويسة ومنيحة تتمسك فيها، بس اللي ما يأثر على بيتها يعني، ما يأثر يعني على حات هيك يعني، ومش غلط يعني. وبتمنى يا ربي الكل يعيش مرتاح، وبتمنى لكل الصبايا إن شاء الله حياة حلوة إلهم ولأولادهم ولأطفالهم. وهسه أنا بدي أروح أقعد عند الحجة أم محمد، بدي أروح أقعد عندها والله. وهيك خلصنا قهوتنا، هي قهوتنا. راح أرجع لكم إن شاء الله. بس حبيبتي أم محمد الحجة أم محمد تتسهل، بدي أكمل لكم الطبخة معي، بنرجع إن شاء الله. رجعت لكم حبيباتي، حطيت هون شوية زيت، حط شوية توم،
حطيت هون ثوم وبقدونس وهذا إكليل الجبل، هذا بحطهم كلهم وبنقلب هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيض اختياري، بدك تحطي 4 حبات، حبتين بيض، 10 حبات، اللي بدك اياه. طبعا هاد بتاكل جنبه لبن السلطة، لان احنا بدناش نتغدى هلا، بس بدي احط لكم اياه في طبق بورجيكم اياه يعني بالشكل النهائي. بنحط جنبه زيتون ومخللات. بصراحة مش هسمع هذا الزبن، انا حبيت اصور لاني صرت مصور بدري، حكيت خلص بجهز بالمرة للغدا بدري. هسه لازم نغطي حبيباتي. بغطي زي الرز، لازم نقلبهم شوي. بسم الله ما شاء الله، ولو انها ألمنيوم الكلاي، بس شوفوا بسم الله ما شاء الله ما بيلزق، شايفين؟ هيك حبيباتي خلصنا أكلتنا اليوم. أكلتنا بطاطا مع بيض، وكلت لها بقدونس مع توم، وإن شاء الله تنال إعجابكم. نلتقي إن شاء الله المرة الجاي مع طبخة جديدة. إن شاء الله الفيديو كله ينال إعجابكم، ومع السلامة، وأشوف وجهكم على خير. وشكرا للمتابعين والمتابعات الجدد، وحياكم الله وين ما كنتوا تكونوا، وعلى تعليقاتكم الأكثر من رائعة. حبيباتي شكرا لكم.